السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ما تيجي نعمل من البطاطا وصفة جديدة، والجديد شديد. هنعمل النهاردة حاجة حلوة جدا هتعجبكم ومختلفة. دلوقتي انا معايا كمية بطاطا بالمنظر ده، الكمية اللي انت عايزاها. اهم حاجة نوصل للنتيجة اللي احنا عايزينها. دلوقتي كمية البطاطا دي تمام، انا غسلتها كويس قوي، ودلوقتي هعمل فيها ايه؟ هقشرها. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي في الوصفة على طول. اول حاجة هنبتدي نعملها ان احنا هنقشر البطاطا. بسم الله. ادي معايا البطاطاية، هبتدي ان انا هقشرها بالمنظر ده. هقشر الكمية كلها بالمنظر ده وهرجع لكم تاني على طول. وادي البطاطا قشرناها وغسلناها كويس وعلى بلانشة التقطيع وهنقطعها. دلوقتي ادي البطاطا اهي معانا تمام. هنقطعها يعني حاجة قطع متوسطة، ولا كبيرة ولا صغيرة. ليه؟ عشان لو صغيرة هتنشف، ولو كبيرة هتاخد معانا وقت في السلق. دي القطع المناسبة اللي احنا عايزينها للبطاطا. وبعد ما قطعنا البطاطا كويس وخلصنا تقطيعها، معانا حلة تمام، هنحط فيها كمية البطاطا كلها، وبعد كده هنروح حاطين عليها مية مغلية. تمام. ليه؟ عشان احنا عايزين نسلق البطاطا دي. هنحط قيمة كوبايتين مية كده. ولو البطاطا بتاعتك مش واثقة ان هي مسكرة، هنروح حاطين معلقتين سكر بمعلقة الاكل وعلى السليق، وهنسلقها. وبعد ما تتسلق هرجع لكم. وادي البطاطا بعد ما سلقناها، شايفين انا دلوقتي سلقتها ماشي. عايزه بقى اوريكم انا عايزاها توصل لايه. بصوا، انا عايزاها تبقى كده مهروسه خالص بالمنظر ده. دلوقتي انا هصفيها وارجع اوريكم هنعمل ايه تاني فيها. وبعد ما سلقنا البطاطا كويس هنديها هرسه كده تمام لحد ما تبقى بيوريه. انا عايزاها مهروسه كويس جدا. هفضل اهرس فيها كده بالهراسه لحد ما تبقى كلها عامله زي الكريمي كده. واثناء ما انا بهرسها ربع كوبايه حليب او لبن هيساعد جدا في الهرس. ويا سلام بقى، شايفين الهرس بقى اسهل ازاي؟ ويا سلام بقى لو حطينا معلقه زبده كده هتديلها طعم ولا اروع من كده. ادي معلقه الزبده بمعلقه الاكل كده، خدنا لنا معلقه معتبره كده وهنبتدي نهرس فيها كويس. واثناء ما احنا شغالين في هرس البطاطا ربع كوبايه اللبن وحطينا كمان الزبده. هنحط ظرف فانيليا كده وهنكمل في وبعد ما هرسنا البطاطا كويس واتاكدنا ان هي ما فيهاش اي تكتلات، دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ معانا اي طاجن يخش الفرن، سواء بايركس او ألمونيوم او تيفال، اي نوع انت بتفضليه او اي نوع عندك. انا عن نفسي بحب البايركس عشان هيبان فيه الطبقات اللي انا هعملها دلوقتي. هنعمل ايه في الطاجن ده؟ هندهنه دهنه زبده معتبره كده تمام اهو. افردها كويس في كل الجوانب او سمنه، يعني سواء انت عندك زبده تمام عندك سمنه تمام. ادهني كل الجوانب كده بالمنظر ده. وبعد كده هنجيب بقى البطاطا وهنحطها في الطاجن ده. نسمي الله ونبتدي مع بعض. ادي البطاطا، هننزل الكميه كلها
نزلنا الكميه كلها بالمنظر ده. بعد كده هنسويها في الطاجن بالمنظر ده كده، ولا عايزاها تخينه ولا رفيعه، انا عايزاها تكون متوسطه، وده مبدئي الوسط في كل حاجه. هنفردها كده، عندك معلقه تمام، عندك سباتيولا تمام. المهم نوصل لان احنا نسويها ونخليها مفروده خالص بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. شايفين انا دلوقتي فردتها، سويتها في الطاجن كويس قوي اهو. هاجي من النص وافرد، وبعد كده يلا بينا على الخطوه التانيه. وبعد ما فردنا البطاطا كويس قوي في الطاجن، البايركس اللي معايا هركنها وهبتدي في المرحله التانيه على طول. ادي البطاطا ركناها بالطاجن بتاعها. دلوقتي معايا حله تمام فيها نص كيلو او لتر لبن او حليب. بعد كده هعمل ايه في اللبن ده؟ هحط فيه 4 معالق من السكر بمعلقه الاكل. بسم الله. ادي 1 2 3، كفايه 3 لو الكميه عندنا قليله. هنقلب كويس، وبعد كده هنحط 3 معالق برضو من بودرة الكاستر. 3 معالق بمعلقة الأكل من بودرة الكاستر. جربيها ببودرة الكاستر هتعجبك جدا جدا جدا، غير أما هتعمليها بأي حاجة تانية. أدي حطينا 3 معالق كبار من بودرة الكاستر، وهنرفعها على النار على طول. دلوقتي احنا رافعينها على النار، هنقلب كويس قوي المكونات دي تمام. اثناء وهي على النار كده هنضيف لها شويه حاجات كده هتدعمها وتحلي طعمها اكتر واكتر. ايه هي بقى؟ اول حاجه عندك قشطه تمام، معلقه قشطه كبيره كده اهي تمام، او معلقتين حلوين كده. عندك كريم شانتيه تمام، عندك كريمه خفق، اي حاجه تديها كده دسامه وتحلي طعمها. ونقلب تاني كويس تمام. وهنحط فيها ايه تاني؟ هنحط فيها برضو كيس فانيليا، بس قبل ما نحط الفانيليا هنحط لها معلقه زبده كده حلوه زيكم كده، هتفرق جدا جدا جدا. الحاجات دي يا جماعه بتفرق جدا في طعم، في الشكل النهائي وفي الطعم النهائي هتبقى حلوه قوي قوي قوي. وكمان مش هنقول يعني مش هنخسر حاجه لو حطينا كمان كيس فانيليا. ادي كيس الفانيليا الجميل بتاعي، وهنقلب فيها كويس. وبعد كده هتتخن معايا شويه هنروح طافين عليها على طول. وده الشكل النهائي لطاجن البطاطا بالكاستر بعد ما طلع من الفرن. طبعا هو قعد في الفرن في حوالي 10 دقايق، بعد كده قفلت وشغلت الشوايه تمام، يعني حوالي برضو 10 دقايق تاني عشان تطلع بالوش ده. ما بتاخدش وقت خالص، وطلع بالشكل النهائي ده. طبعا يعني كريحه وكطعم مش قادره اوصف لكم، والشكل قدامكم انتوا تحكموا. دلوقتي احنا هنقطع منه وهنشوف قد ايه هو طعمه وشكله. هيطلع خرط كده هيعجبكم جدا جدا. طبعا لو انت عايزه تحطيه في التلاجة يجمد شويه ويبقى ساقع تمام مفيش مشكله. عايزه تاكليه دافي كده بالمنظر ده برضو مفيش مشكله. هنسمي الله وهنبتدي نقطع. شايفين الطبقات عامله ازاي؟ طبقه البطاطا وطبقه الكاستر تمام. هنقطع كده بسم الله. مش قادره اقول لكم، جربيه مش هتندمي، هيعجبك جدا جدا. وكمان من ناحيه الغذاء هو هيبقى مغذي قوي، لانه فيه بطاطا، فيه كاستر، فيه لبن، فيه قشطه، فيه زبده، فيه كلها حاجات مفيده جدا ومغذيه. هنطلع مع بعض كده بسم الله.
بصوا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي كل ما بتبرد كل ما الخرطة هتبقى اجمد من كده بشوية. شايفين؟ مش قادرة اقول لكم قد ايه الشكل، شايفين؟ ولا اروع من كده. جربيه مش هتندمي بجد بجد بجد، هيفرق جدا جدا معاكي، وهتبقى حاجة حلوة في الاجواء الشتوية اللي احنا فيها دي. وشكرا جدا على استماعكم ليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسيش تحطي اللايك وشير وسبسكرايب وفعلي الزر